شهدت وسائل الإعلام العربية والعالمية تداولا واسعا لتصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والتي أثارت جدلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي. جاء هذا الاهتمام في أعقاب تصريحاته المتعلقة بالأوضاع في غزة، والتي تزامنت مع قراره بتقديم دعم للبنان المحاصر من خلال توفير الوقود لتشغيل محطات الكهرباء. هذه التصريحات التي جاءت في سياق حملة انتخابات الرئاسة لعام 2024 تم اجتزاؤها وتداولها على نطاق واسع بشكل مجتزأ، مما أدى إلى تأويلها وفق أجندات وأهداف خبيثة تسعى إلى تشويه صورة الرئيس وتوجيه الرأي العام بعيدا عن حقيقة الموقف الجزائري. يتضح أن مواقف الجزائر التي غالبا ما تكون ثابتة ومبدئية في دعم القضايا الإنسانية والقومية أصبحت تزعج العديد من الأطراف الإقليمية، وكذلك بعض الجهات الداخلية التي تسعى إلى الاستثمار في أي حدث لتشويه صورة مؤسسات الدولة. هذه الجهات المعروفة بالطابور الخامس تستغل مثل هذه التصريحات لإثارة الفتنة وتشويه الحقائق. لماذا تم إخراج تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون عن سياقها العام؟ وما هي الأجندات التي تقف وراء هذا التأويل الخبيث؟ هذه التساؤلات تطرح نفسها بشدة في ظل توقيت حساس يشهد معركة اصطفاف إقليمية ومحاولات تصفية حسابات بالوكالة. بالعودة قليلا إلى الوراء، وتحديدا في 24 يونيو الماضي، نشير إلى أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون برفقة كبار المسؤولين أشرف على افتتاح الطبعة 55 لمعرض الجزائر الدولي، وخلال زيارته لجناح المؤسسة العسكرية استفسر أمام عدسات الكاميرا عن مدى تجهيز المستشفيات الميدانية المتنقلة، وتعهد بإرسالها إلى غزة في الوقت المناسب. إلا أن هذه التصريحات التي كان الرئيس حريصا في اختيار مفرداتها بدقة تم توظيفها بشكل خاطئ. فعلى الرغم من تأكيد الرئيس تبون على أن الدعم الذي سيتم تقديمه هو دعم إنساني بحت، وأن الجزائر على استعداد لإنشاء مستشفيين أو 3 لصالح قطاع غزة في أقرب وقت ممكن، إلا أن بعض الأطراف أثارت جدلا حول هذا الموقف مستخدمة إياه لأغراض بعيدة عن المصلحة الوطنية. الجيش الجزائري الذي يعتبر وريث جيش التحرير الوطني لطالما كان في طليعة المهام الإنسانية الكبرى التي توكل إليه، سواء كانت في مواجهة الزلازل أو الفيضانات أو الحرائق، وهو الجهة المخولة حصرا بنقل المساعدات الإنسانية الحكومية الجزائرية خارج الحدود. لكن وللأسف تم توظيف تصريح الرئيس تبون بشكل غير دقيق في محاولة لتوجيه الرأي العام نحو أجندات خبيثة لا تخدم سوى مصالح ضيقة بعيدا عن الحقيقة والواقع.